نبدأ أولى الدراسات الأدبية مع سندباد الأدب الرحالة الجوال الذي له في كل كتاب بصمة وفي كل ديوان شعر نفحة وفي كل أديب ناشئ له في رقبته جميل، مع الرحالة الذي طاف كل أندية أدب وصالونات الجمهورية شرقها وغربها ولم يترك مكان إلا وكان أحد رواده مع الشاعر والناقد الكبير سمير البحيري. التحية أولا للمحتفى به العملاق عاطف الشاذلي. ولما أقول العملاق عاطف الشاذلي لأن عارف إنه ظلم إبداعيا بداية من أول الكلام، وأنا منهجي علشان أكون واضح في الكلام اللي هقوله. قصيدة بفضل الله ألهمت بيها النهاردة علشان خاطر، يعني مش قصيدة مناسبة، لا، إحساسي ومشاعري فاضت فما لقيتش غير القلم والورق عشان أقول مين عاطف الشاذلي، فاتكتب في قصيدة. أول حاجة. 2، ما معنى الاحتفالية والنقد. 3 الدراسة الببلوغرافية عن عاطف الشاذلي وإبداعه وعمق تداعياته. 4 التطبيق على حالة من شعر عاطف الشاذلي. دي منهجية اللي أنا هقوله. أولا القصيدة، يا الحظ، القصيدة بعنوان غنوة. الصوت يا جماعة عشان بس في تسجيل، أرجوكم يا جماعة، مش بس عشان التسجيل، علشان أنا بحاول أعمل نوع من الربط الهرمي حتى في الدراسة، فببقى يعني متواصل مع من هنا إلى هنا لحد الوصول إلى توصيل المفاهيم. القصيدة أولا بعنوان غنوة. اللي يشوف بعينيك الدنيا، اللي يشوف بعينيك الدنيا ياخد قلبك ويطير بيه، تزرع حب الثانية بثانية، قلب بيبرق بالألوان، تملى الفرحة قلوب حواليك، والإحساس فياض بحنان. هقدر أشيلك خف الريشة، هقدر أشيلك خف الريشة، بس بتقل من الأحزان. ارمي يا سيدي الدنيا، ارمي يا سيدي، تعالى نعيشها، هنفرفشها ونضحك تاني، واوعى تقول لي ده كان في المشمش. اللي بيمشي وياما يشوف، واللي يخاف من الحب جبان، وانت سقيت في قلوبنا مشاعر، ليه تحبسنا ورا الكتمان؟ اضحك بقى بالطوب دشدشها، واوعى تفكر في الحرمان. انت جناحك طائر مصري، خدني في صدرك طير طيران، روح وتعالى ده شجر المشمش غنى في أرض عمرنا الكبرى،
والغنوة دي صداها قلوب، عارفة ازاي تعزف ألحان. اوعى الحزن يسيبك تاني، انت يا عاطف فيك أكوان. فرفش، اضحك، افتح صدرك، نجري ونلعب فوق أراضينا. التفاح على الخد الناشف. فرفش، اضحك، افتح صدرك، نجري ونلعب فوق أراضينا. التفاح على الخد الناشف عمره ما يرسم فرحة وشوق. وانت بتدي الناس من قلبك حب كبير مليون فدان. واللي يشوفك في الوسعاية يعرف فيك معنى الإنسان. واللي يزور بيتك في صالونك، واللي يزور بيتك في صالونك قلبه يشع على الجدران. واللي يزور بيتك في صالونك قلبه يشع على الجدران. وفين يا محمد عودك غني؟ فين يا محمد عودك؟ هاته رن ولعلع فيك سمواته. احنا في حفلة وجينا نهني، قول بالريشة نشدنا الوطني. العنوان مكتوب في قلوبنا، واللي يفيد بالحب ادعيه. اظهر فوق الشاشة الفرحة، واللي يشوف بعيون الدنيا ياخد قلبك ويطير بيه. قلب بيبرق بالألوان. احنا في أرض عمرنا الكبرى، احنا في أرض عمرنا الكبرى. خدني في صدرك كتير طيران، خدني في صدرك كتير طيران، خدني في صدرك كتير طيران. لا اقعد بقى. لا ما هي عشان يصورك الدراسه بقى انت قاعد بقى. طول عمري ما بحبش اقعد. طول عمري احتراما للشعر ما بحبش اقعد. بس عشان عاطف يطلع معاك. تتحرك بس. ايوه كده. العنوان زي ما قلنا مفهوم بقى بقية الدراسة: إطلالة على إبداع عاطف الشاذلي. المناسبة احتفالية بالشاعر في مقر ميلاده في قرية العمار الكبرى محافظة القليوبية. تعريف أول: مفهوم الاحتفالية ليس بالضرورة الدراسة النقدية للشاعر، وإنما هو الطواف حول عالمه الشعري عبر مراحل العمر. من أين بدأ؟ كيف تشكل الإبداع الفني لديه؟ كيف وإلى أين وصلت فلسفته إلى التأصيل الفكري حتى يشار إلى أهم النقاط التي رسمت وجدانه وأصبح عالمه الشعري موجودا على الخريطة الإبداعية في مصر والعالم الإنساني كله. ولإزالة هذا الخلط واللبس بين العالم النقدي والعالم الاحتفالي، أن النقد للوقوف مع منتج محدد بالدراسة التحليلية للمنهج الإبداعي فنيا. ده النقد، منتج محدد، ديوان، قصيدة، مسرحية، أي عمل مكتوب نقف قدامه ونحط مقاييس النقد علشان نقول كيف أبدع الناقد وليس ماذا قال الناقد. لأن كثير من النقاد يعتمد على المنهج التفسيري، وده ما هوش نقد إطلاقا. فنية النقد كيف يصل الشاعر إلى الناس، فالنقد وسيط بين المبدع وبين الجمهور.
الاحتفالية لخلق المساحة وغرسها في وجدان الأجيال عن هذا المبدع بالذات. ملاحظة هامة: عندما يتفرغ المبدع للإبداع تحدث الطفرة والتحول إلى الإبداع الحقيقي. بمعنى لما يتخلص من الوظيفة، لما يصبح ذهنه صافي ويعيش للإبداع فقط، فتلاقيه الرباط الروحي يقع ما بين طرفين، يا القراءة يا الكتابة. فإذا كان عمق القراءة أشد كانت فلسفته أعمق، وده مهم جدا إن احنا نعرف نوصل لهذا الشكل. طيب، تتسع الشرايين، يزداد النهم، تتحول التجارب إلى عصارات وتكثيف بلوري شفاف، وتتآكل القشرة الأرضية لترسم العاطفة والفكر معا، وده مهم جدا في عالم المبدع. قبل ما أبدأ بقية الكلام، أنا بعمل دراسة كبيرة قوي عن الأستاذ عاطف الشاذلي، كبيرة جدا، بدءا من أول سيرته الذاتية إلى آخر كتبه اللي هقولها بالطريقة اللي أنا محلل بيها كيف وصل إلى هذا الإبداع. فبعمل عنه دراسة كبيرة قوي علشان أحطها في كتاب. أنا بعمل كتاب نقدي اسمه عصير المدن عن 330 أديب من مصر كلها. كل جزء إن شاء الله بإذن الله هيكون 400 صفحة في حوالي 11 جزء بإذن الله إن شاء الله. وقفة. طيب، الشاعر عاطف الشاذلي ظلم ويظلم كثيرا في الحكم عليه بسبب التنوع الإبداعي والبحث عن قوة موهبته. دائما يتطلب وقوفا طويلا جدا جدا، لأنه يحتاج إلى عمر كامل علشان تعرف تقرأ عاطف الشاذلي الحقيقي، مش اللي بيظهر قدامك عشان اهتماماته بالناس، إنما هو عميق عميق عميق، كتب على كل البحور. ولما استدل حتى على قصيدة من ضمن القصائد كتبها على بحر البسيط مستفعل فاعل، وهذا البحر بالذات عميق قوي جدا جدا، يتسع الى قماشه كبيره قوي، لان التفعيله بتاعته بتاخد من جزء مركب، واخد مركب من مستفعل وهو فعل الرجز وفاعل وهو فعل المتدارك. الاثنين دول بيوسعوا قوي في القماشه. اذا ما كانش الشاعر متمكن قوي 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 مش هتقدر توصل معاه هذه الدلالات. وعشان كده هتلاقوا القصيده اللي عاملها اللي هي بتاعت في قلبي وطن، هتبصوا تلاقيها على ماشيه على مقاطع، 7 مقاطع في قصيدة واحدة، وعلى نفس البحر وعلى نفس الوزن، وما خلتش بلحظة واحدة في الوزن الشعري. الشرارة الأولى التي تطلقها الموهبة في روح المبدع، أي مبدع أيا كان، إما أن تنطلق من الإحساس، في الأول بيبدأ بالإحساس بسبب تجربة يتعرض لها شديدة العمق وقوية في روحه، ومنها يبدأ التدفق الشعري أو أي جنس إبداعي آخر، سواء كان شاعر، سواء كان كاتب قصة، سواء كان كاتب مسرح، سواء كان بيكتب أي لون من ألوان الإبداع. تجد أن الشرارة الأولى دائما إذا بدأت من الإحساس فلا بد أن تتركب عنده تجربة كبيرة وعميقة. 2، أو اللهفة الشديدة والتأثر بمنهج الحكي، وده كبير قوي عند الأستاذ عاطف الشاذلي، لأن الأستاذ عاطف الشاذلي مقسوم جزئين، ما بين مبدأ الحكي وما بين الحس الغنائي. إن عنده الغنائية والموسيقية عالية جدا 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 جدا، وعنده مبدأ الحكي لأن الحكي عنده من التجارب الحياتية من حاجتين، من واقعين. لأن الحقيقة أنا بحيي في أي إنسان بيكون اختلط بنيته الأولى من الريف ثم انطلق منها إلى الحضر. الأستاذ عاطف جمع ما بين البيئتين، فأصبح عنده منهج الحكي بالظبط كأنه بيقعد عند ساعة العصاري على ساعة الريف، وساعة، فعنده رقعة القماشة كبيرة جدا جدا جدا، فتلاقيه حكاي. وإذا ما كانش بيحكي عن ذاته، وإذا كان ما بيحكي عن غيره، فتلاقيه يقول لك عم فلان وعم فلان وعم فلان وعم، قصيده تحمل هذه المعاني. أو اللهفة الشديدة والتأثر بمنهج الحكي التي تتمثل وتتسم في الباكورة الأولى لمنهج الحكي، فتكون الأذن
يبقى أول وسائل الاستقبال عند عاطف الشاذلي هي الأذن. الأذن هي المحرك الأول الذي حرك موهبة عاطف الشاذلي، لأنه عندما بدأ يسمع اختزن، ثم في النهاية اختزل عالمه الشعر كله بعد ذلك. لأن الطفولة في الريف تلحم ذاتها في خبرة الأجيال الأعلى بسبب الحكي بعد العصاري للقصص والأساطير والحكايات عن الإنس والجن معا، وبالتالي فيكون التأثر بالسماعي هو السبب في امتلاء وعاء الأذن لهذه الحكايات لخلق القدرة على الحكي ورواية القصص المتناقلة عبر أجيال العمر المختلفة التي نقلتها الأذن للإثارة والتشويق، ثم تكون السيرة الشعبية الغنائية المحرك الثاني الذي يلي. الله يخليك. انا هتقابلك على اللي انت قلته الاول ده. الله ما شاء الله عليك. الله يخليك. الله يكرمك. الله يكرمك. والتسويق، ثم تكون للسير الشعبية الغنائية المحرك الثاني الذي يلي حكايات ساعة ما بعد العصاري بسبب كثرة إحياء الموالد وشيوخ الطرق في المجتمعات الريفية، وهذا المخزون وحده كفيل بتشكيل روح أي مبدع عند الاستقبال الأول لدخول عالم الإبداع. ومن هذه الملاحظة بالذات يبحث أي مبدع في ذاته من أين انطلقت الشرارة. عايز تعرف أي مبدع ويعرف نفسه، الأول يشوف هو ودنه ولا قلبه اللي اشتغلوا. مين الأول اللي خد التجربة؟ سواء كان الفنان تشكيلي زي الأستاذ صلاح، سواء كان الفنان عند الأستاذ الموسيقار. وإحنا لو مسكنا كلمة الموسيقار على فكرة كمان برضو أخرى بتتشعب، مش مجرد اقول موسيقار، لما اقول ملحن يبقى لازم احس فيه كمان حس الطرب، يبقى بقى مطرب وملحن يجمع ما بين الاثنين. انما لما اقول موسيقي بس يبقى موزع، ممكن يكون موزع. لما اقول موسيقي بس ممكن يكون عالم موسيقى لكن ليس له علاقة بالالحان ولا بالتوزيع. فده مهم جدا نعرف ايه المحددات في المفاهيم الابداعية والادبية. طيب، وعندما ينتقل من سن مبكرة إلى مجتمع الحضر تضيف الدهشة والوعي الأكبر بالعالم الجديد واكتمال المراحل التعليمية وما يوضح المعالم الحقيقية عن طريق المعرفة بالعالم الجديد واكتمال والدراسة بالتنسيق والترتيب واختلاف البيئة الجديدة التي انتقل إليها عن النشأة الأولى، لأن مفردات الحياة اليومية أكبر بكثير من عالم القرية. والأصل بسبب التقارب الأسري، لأن المفردات الحياة اليومية أكبر بكثير من عالم القرية. الأصل بسبب والمعرفة بحياة كل أفراد المجتمع الريف، بينما في الحضر كثرة التعداد السكاني والاختلاف النوعي حتى في الجنسين يغير من شكل المشاعر، وبالتالي يتغير معها المنظور الإبداعي عند التأثر بأي نوع من التجارب الحياتية سواء على المستوى الخاص أو المستوى العام، وبالتالي تتغير ملامح الإبداع في روح المبدع لمحاولة السيطرة بين عالمين معا. ومن هنا هربط بقى ما بين عاطف والنقد. ومن هنا يكون عاطف الشاذلي الذي هو من مواليد 18/12/1964 لم يعاصر ثورة يوليو لكن قرأ عنها فكريا، وبالتالي لما يجي يكلمنا يبقى بيتكلم عن ثقافته لأنه ليس معاصر لهذه الثقافة. طيب، عاصر نكسة يونيو 67 لكن في الطفولة كان عنده 3 سنوات، فمش هيدرك امتى تكون برضه كمان نكسة 67 وأثرها، وبالتالي مهما يكلمنا مش هنقدر نصدق إلا من خلال عمق ثقافته وقراءته عن هذا العالم. طيب، لكن في وعي الفكري ننسبه إلى جيل الثمانينات. يبقى أهم حاجة إمتى أقول بدأ الشاعر يتشكل أو المبدع بدأ يتشكل؟ عندما يصل للربط ما بين جيل عايش وجيل في سنه، إن عنده المرحلتين عمالين بيتكاملا جوه روح المبدع. طيب،
وبعدين ابن ال16 عاما، لأن التعليم والدراسة والثقافة والاحتكاك بالواقع أصبحت من السمات الحاضرة في وعيه. أكملت المرحلة للنضج لديه فكرا وثقافة وتعليما لرسم معالمه الإبداعية في الكتابة والوعي بها. بختصر يا جماعة، أنا مش بقول كل اللي أنا كاتبه كمان علشان طيب بعد كده عندي هنا دوافع الكتابة عند المبدع بشكل عام. هبدأ بقى أقول إن عاطف الشاذلي هيفتح لنا آفاق كيف أقرع المبدع نقديا. كيف أقرأ قدامنا 5 دقايق كمان؟ لا ده أنا هخلص لك خالص قبل من. طيب أنا هقول بس ملاحظات سريعة كده مهمة قوي. ملاحظة 2، خط التجربة، المرأة، الحدث العام أو القضية. ال3 دول هما اللي تقدر تعرف بيهم المبدع فين. هو لما مشي من تجربة ذاتية، ولا مشي من علاقة مع المرأة، ولا مشي من تجربة عامة أثرت عليه زي الثورة، زي كذا زي كذا زي كذا وهكذا. فطبعا لما بتيجي تاخد الدراسة دي بتقدر تعرف المبدع ده كيف صاغ إبداعه. مهم قوي. أنا طبعا مش هوضح كتير قوي، فهقول هنا بقى ثقافة المبدع هنا تتوقف على العين، فتصبح القراءة هي المعيار الأول، المشاهدة ثم التنقل بين الطبيعي والتاريخي. والأستاذ عاطف الشاذلي على فكرة لأنه ابن بيئة زراعية أحسن من يصف لك عمق الطبيعة وتشكيلها. عنده في جمل وصفية فوق ما تتخيل من عمق وتدليل. طيب 2، وعند الشاعر عاطف نموذج لدلالة الأذن هو كتابة الأغنية بالتحديد، لأن الأغنية تعتمد على الفكرة الجديدة أولا، وبموسيقى تعادل موسيقى المقامات ليصل إلى توصيل رسالته إلى الناس. وبهذا فقد أصبح توظيف الأذن كالماوس. أصبح الأذن عنده عاملة زي الماوس، بقت هي أداة المدخلات والمخرجات بالظبط. كأنك لما بتخش جوه الشاشة انت عايز تجيب حاجة فبتجيبها بالماوس، انت عايز تشوفها وهكذا. مش عايز اطول طبعا عليكم. وللجمع بين الأذن والعين عناوين دواوينه. لو احنا رحنا كده نشوف توظف الحكي مثل حكايات الوسعاية، ومثل قبل هد المصطبة، ومثل طبعا بتيمة قعدة العصار زي ما قلنا، ولمة الغيط. وهذا ما يجعل لديه التأرجح بين الشعر والقصة، لأنه يتمثل في دور الراوي العليم. أتمنى أن الجاي يكون هو مش كتير. ما تخافش قدامك دقيقة يا عم سمير. خلاص أهو أنا قربت. هبدأ بقى بشكل تاني. ملخص السيرة الذاتية من وجهة نظر النقد. احنا قلنا المواليد طبعا الاستاذ عاطف، الاستاذ يعني طارق عمران، استاذ طارق عمران فاض في اللي انا كنت هقول فيه، فانا اختصر. طبعا هنا مواليد قرية العمار، محافظة القليوبية، اي ريفي الاصل والاصدارات بتاعته. فسحة نهار 2011 لو قلنا من اول ده لحد اخر حاجه اللي هي نمره 11 غناوي البنات 2022. الدلاله هاخد ده وادخل منه للدلاله. 7 دواوين شعريه، لو احنا اللي هو قالهم الاستاذ طارق، مش عايز تاني الكلام اللي قاله. طيب 7 دواوين شعريه، 2 مجموعه قصصيه، 1 مقالات وابداعات. الدلاله هنا ما لسه ما بقول ما هي دي خلاص كده. ما انا قلت 1 مسرحيه، المجموعه اهو 7 2 1 1، المجموع 11 عشان يبقى مجموع الاصدارات اللي خرجت 11 عمل ابداعي. طيب ده يدينا دلاله ايه؟ اول منتج ابداعي يصدره عاطف الشاذلي بعد 47 سنه. 2011. شوفوا ده معناه ايه؟ ان من 64 ل 2011 وهو يختزن ابداع بداخله ولم يخرج الى النور. هذه كارثة. ان الثقافة تنحدر عندما يكون هناك مبدع حقيقي لا تقبله الدولة لان تضع مساحته على الساحة. وده شيء مؤسف للأسف، لانه بيبقى ده على عبء دخله الشخصي. ادي حاجة. وهو فسحة نهار، وده اللي انا استدليت بانه بقصيدة من ضمن القصائد، ديوان شعر.
طيب آخر منتج وهو في عمر 58 سنة. لو خدتوا الفرق ما بين الاثنين ال47 وال58 هتلاقوا ال11 سنة، يعني كل سنة بيصدر عمل للأسف قليلا ما يكون على حساب جهة ثقافية، إنما يتحمله هو من دخله الخاص ومن حياته الخاصة. طيب 47 عاما تشكله عالم إبداع عاطف الشاذلي. طبعا التحليل 7 دواوين شعر تعني غلبت موهبته شعر. احنا لما بنشوف، خلي بالكم يا جماعه وده اهم حاجه، هتلاقي مبدعين كتير جدا عندهم التعدد، انه يكتب قصه ويكتب مسرح ويكتب شعر ويكتب فن ويرسم فن تشكيلي ويعمل كل ده، انما فين موهبته هو؟ فين ذاته المبدعه؟ انا ادور عن ذاته فين في دواوينه؟ الاقيه شاعر اولا، ثم ثانيا قاص، ثم ثالثا المسرح، ثم رابعا محاولة الفكر والعمق في الفكر، انه يكتب مقالات وعناوين. طيب 7 دواوين تعني غلبة موهبته شعرا، اي قوتها في الشعر. 2 مجموعة قصصية تعني محاولة التجريب لجنس آخر سببها روح الحكي لديه. 2 مسرحية، وهذا يعني التطور الفكري عبر الشخصيات. هنا يتشكل المبدع، لأن أنا لو وقفت قدام محطات الإبداع هلاقيها 4، هلاقي المحاكاة والتعثر، هلاقي التعثر نمرة 2 المحاكاة والمقابلة، التعثر التمرد، ثم البصمة. عاطف الشاذلي متمرد بذاته على قضايا الظلم وليس على قضايا الوطن، على قضايا الظلم. طيب التطور الفكري عبر الشخصيات لتنوب عن رأيه في الحياة بين الاجتماعي والسياسي في مختلف أنماط الحياة، مقالات وإبداعات لإحساسه بأن هناك رأيا يجب أن يقال. ده مهم جدا لما تيجي تحلل شاعر أو كاتب مسرح أو وهكذا نقديا. عاطف الشاذلي هقوله بقى السمات الإبداعية اللي في شعر عاطف الشاذلي، لأن أنا قريته بعمق قوي. قريت عاطف الشاذلي قراية معمقة، لكن أنا بعتبرها برضه قراءة أولى. 1 اكتناز وضغط العبارة بقصد الدخول المباشر لتوصيل الرسالة، وبخاصة من خلال الأغنية للحوار مع فكرة التجديد والتأثير، ثم بعدها التوسع الأفقي في القصيد الشعري، ثم القصيدات العامية، ثم ذاته الموسيقية الوترية بأسلوب يحث على النهج التربوي إلى عمق إلى كل الأعمار والأجناس، وبدايته للتدليل هو في النموذج الأخلاقي في ذاته، لأنه إنسان على خلق ولأنه تربوي فيحمل رسالة يوصلها من خلال شعره، وده مهم قوي. 2 إذا أراد الحوار المحدد يستخدم الشكل المسرحي حتى تنوب الشخصيات عنه في توجيه الأدوار بالموقع والصوت والحركة والخلفية للحث والتحريض على تغيير ضروري بالنضج والتعامل مع السلبيات وفتح ما يشين السلوكيات العامة، بما يعني المثالية واليوتوبيا والعودة إلى الفطرة. 3 الأساس الجوهري لديه هو منهج الحكي في الغالب على لسان غيره. يقول لك عم فلان، عم موسى، عم كذا، عم كذا، عم كذا، عشان ينيب عن ده. طيب أو باستدعاء وبيقول أبويا وابويا، ما ده ما انا قايل هنا اهو، ابويا منصور على فكره لما حب حتى يقول رثاء، يعني لما حب يقول رثاء قال ابويا منصور اللي هو عم من عمامه يعني. طبعا الشخصيات المنطقية للدلالة على الفكرة التي يؤصل لها، وبما لديه من خبرة حياتية مزجت بين سلوكيات الرفقة أصالة وبين واقع الحياة في العصر السريع لخطف الأنظار رغم جفاف السلوك وتمرده على ارتداء أكثر من قناع للوجه الواحد في إشارة إلى النمط العام السائد. 4 وده مهم قوي، 4 دي مهمة قوي بالنسبة لعاطف الشاذلي، لأنه بيلعب بيها بالموسيقى حلوة قوي. 4 اللي هي الجنوح إلى السخرية والتهكم. ده مهم قوي إنك تقراه صح لما تلاقيه ساخر.
إلى حد الكاريكاتيري كما في صبح الملزق زي ما بنقول، أو ما شابه على سبيل المونولوجي بالمشهد كما لو كان يرسم على لوحة أمام عينيك لشخصية البلياتشو. بيستخدم ده بشكل بارع جدا. وعنده كمان حاجة حلوة قوي، انه بيعمل لك الموسيقى في المقابلة والمقابلة المقلوبة في الاثنين. طيب يستدعي 4 بقى اللي هي 5 يعني. يستدعي الطبيعة والخضرة في شعره ويتناغم معها والمحاولات لاستشراف القادم وثمرته حتى ترجع الحياة إلى أصلها، ليس بلغة العراف أو الكاهن، وإنما محدش بيسمع. طب خلص بقى. أنا خلص وقت كده. يستدعي الطبيعة والخضرة في شعره ويتناغم معها والمحاولات للاستشراف القادم وثمرته حتى يرجع إلى الحياة إلى أصلها، ليس بلغة العراف أو الكاهن، وإنما برؤية القارئ والمحلل بالمشاهدة والتجربة كما لو كنت في معمل الاختبار الكيميائي لعرض النتائج. 6 لديه أكثر من بطل في الحياة، وربما الزمن هو فيلسوفه الخاص. دايما بيرجع الى الزمن في لما يعيد تجربه فيرجع تاني يعيش حياته مع حياه الاخرين من خلال الزمن. الدهشه لديه تثير مكامن الرفض لهذا الواقع. انا خلاص قربت اخلص يا جماعه، خلصت يعني، قربت خالص يعني. طيب 7 انتوا اللي بداتوا متاخرين، انا قاعد من بدري. الطابع الوطني سمة أساسية في شعره لتغلب الموضوع على الشكل لديه، ولهذا فهو يخرج من ذاته إلى تأسيس الصالونات والمنتديات الأدبية لتوجيه الأجيال وتغيير سلوكياتهم وعرض التنوع في الفكر لدى الشخصيات العامة للحوار مع هذه الأجيال. أخيرا 8 كمل يا عم سمير. المرأة في شعره، آخر حاجة يا جماعة وآخر ملاحظة، المرأة في شعره هي الملكة المتوجة. المرأة في شعر عاطف الشاذلي بكامل الحنان والعاطفة يعطيها ذاته خلاص، والعاطفة النهرية ربما للهروب من أثر وجدانه الخاص في ذاته التي هي موطن الألم، فيتشرب وجدان المرأة في روحه كما لو كان يرسم إيزيس أو نفرتاري وهو يكره المرأة المتسلطة. وهذه دلالة جوه عمق شعره للي يبحث يطلع يعرف انه بيكره المرأة المتسلطة خلاص، لأنه يعيش في المنطقة البرزخية للحلم وكأنه يعيش في الجنة تغلفه الطيبة الروحية وبصفاء الروح والنفس، ولهذا فهو يهرب إلى الأرض والطين والخضرة ويعشق الموسيقى الخاصة ذات الإيقاعات المخاطبة للأذن والوجدان للعيش في نغمية ذات تأثير على الروح. أنا عامل دراسة القصيدة كبيرة مش هينفع إن أنا أقولها لكم لأن الدراسة تحليلية بحتة، وأشكركم جدا جدا، وهالبان ده كله في القراءة. شاعرنا الجميل وناقدنا سمير البهيري، موسيقار محمد